أهلا بكم في قناة المحتوى الأصلي. النهاردة هنتكلم عن برنامج رامز جلال رمضان 2023. طبعا كلنا عارفين إن رمضان قرب، كله مستني يعرف تفاصيل رامز الجديدة. بس قبل ما نبدأ عاوزك تعمل لايك للفيديو علشان نكبر مع بعض ونوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ حلقتنا. كلام كتير بيدور على برنامج رامز جلال. ناس بتقولك بيصور في سنغافورة، ده بعد ما رامز طلع وقال إنه بيصور هناك، بس تقريبا ده نوع من انواع التمويه. لكن بنسبة 90% رامز بيصور في السعودية لتالت مرة على التوالي. تفتكروا المرة دي هيعمل برنامج حلو يرجع يشد الجمهور بيه، ولا زي اخر موسمين اللي للأسف الجمهور ما كانش عاجبه واللي بقى يقول انه زي كل سنة؟ بس بصراحة رامز جلال دايما بأعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي. رامز جلال جمهوره مش في مصر بس، رامز جلال جمهوره في كل الوطن العربي، والوطن العربي كله فعلا بيحبه. واحتمال كبير نشوف النجم احمد حلمي، واحتمال كبير كمان نشوف النجم احمد مكي، وكله كلام بنسمعه الله اعلم ايه الحقيقة. في ناس تانية بتقول ان البرنامج معمول كسيرك، رامز في السيرك، واقاويل تانية بتقول ان هو معمول في مدينة مائية. ادينا هنشوف اللي هيحصل ايه. طالما وصلت لحد هنا وسامعني لغاية دلوقتي، يبقى ما تبخلش علينا باللايك، ولو أول مرة تشوفني أو تسمعني اشترك في القناة، هيوصلك كل جديد عن رمضان 2023. وكل عام وأنتم بخير. سلام.